فيكم هيجاوبها صح 5 اسئله هياخد 50 جنيه. مدرسة عاشور 0، ابتدائي اعدادي 0. رجاله عاملين ايه؟ لا يا ريس. انت عندك كام سنه؟ 18 كام سنه؟ 17 كام سنه؟ المدرسه لسه صح؟ علم ولا ادب؟ انا عسكري. وانت؟ عسكري. وانت؟ ادب. ربنا معاكم يا رب. دخلت ادب ليه؟ لا يعني ليه اشمعنى ادب؟ امال بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ بتشمس. عادي والله مش عيب، ما هو الناس كلها خريجة ادب. لا مش عارف قلتها عادي فاهم. عايز بعد العسكريه تشتغل ايه؟ ولا عايز تبقى ظابط؟ ساعات ظباط. وانت عايز تشتغل ايه؟ انا شبت ايطالي. بتزا ايطالي؟ انت عارف ان انا بتكلم ايطالي؟ اه والله العظيم انا ما اعرفش شغال بالايطالي. بس انا يا عم ماشي ما بدايه كده. طب انا هسالكم شويه اسئله عامه، اللي فيكم هيجاوبها صح 5 اسئله هياخد 50 جنيه. جاهزين؟ اول سؤال اسال من اول واحد. مين بقى مين عنده؟ كلكم عندكم قلب يعني. ماشي. حد فيكم بيتابع كوره؟ لو انا بس مش قوي. خلاص انا هبدا بيك. ماشي. ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا كام؟ شويه بقى هو على 50 جنيه. 4. ريال مدريد خد دوري ابطال. مش في الكوره قوي. ما هو اصل 6. لا هو خدها 14 مره. ولا 13. هو مخرج زي ريال مدريد ولا هسأل 15 مره. طب اختار مجال اسالك فيه. الشارع. استنى في الشارع. ما هو الشارع. طب ما هو الشارع ده هيبقى وجهه نظر مش معلومه. قول لي حاجه اسالك فيها. انا عايز اكسبك. لا سياسه ايه يا عم؟ انت هتوديني في داهيه. لسه بتعرف علي عادي. اسالكم في الفن. مسلسلات رمضان لسه خلصان من شهر. طيب مسلسل اشغال شقه، مين بطل مسلسل اشغال شقه؟ لا ما اتفرجتش عليه. ايه المسلسل ده؟ هو المسلسل وبس ولاد شمس لا اسف في حاجه ثانيه. مدرسة عاشور 0، ابتدائي اعدادي 0. 5 بكام؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ ماشي ما عادش ده اللي جه في دماغي. علم مصر في كام لون؟ 3 والنسر 4. لا النسر ما هتحسبش لون. 3. لكم يا عم سؤال سهل قوي، اسهل سؤال في الحياه. 1 في 1 بكام؟ يا جماعه الشيء ده كل ما يفتح بقه بينرفزني. 1 في 1 2. لا 1. ويقول لك 1 في 1. حصل خير حصل خير. السلام عليكم. سلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. احنا بنعمل كده برنامج حابين نسالك شويه اسئله لو يعني مش هضيع لك وقت. اتفضل ده شرف ليا. ليك في الكوره؟ يعني شويه. ماشي. مين جاب جول مصر في كاس افريقيا 2010 اللي احنا خدناها؟ اخر بطوله افريقيا مصر خدتها. اخر بطوله مصر خدتها في 2010 كان اللهم صل على النبي. اقول لك اختيارات؟ ماشي. محمد زيدان، محمد ابو تريكه، محمد ناجي جدو. محمد ناجي جدو مظبوط. ماشي. ادي واحد من 5. انا بنسال 5 اسئله. ماشي. السؤال الثاني مسلسل اشغال شقه شفته؟ الاول شفته؟ ده كان مكسر الدنيا. اشغال شقه. ماشي. جمعني كده بتاع مين؟ مسلسل كوميدي. تمام. هو بتاع مين بقى؟ هو السؤال عن بطل المسلسل. بس انا ممكن برضه اقول لك اختيارات. ماشي. هو مسلسل اشغال شقه كان جزئين وطبعا احلى مسلسل كوميدي كان في رمضان ده واللي قبله كان هشام ماجد، تيكو، احمد فهمي. انت عارفهم؟ كان احمد فهمي. لا ولا تيكو. لا ولا ده ولا ده. هشام ماجد. كده 1-1 عادي. معاك فرصه لسه. السؤال الثالث. اتفضل. في كذا شخص مصري حقق جائزه نوبل. طبعا. قول لي اسم واحد فيهم. احمد زويل واحد منهم. تمام حلو قوي. ماشي. يلا 2-1. 5 في 5 بكام؟ بسرعه يعني قول 5 ثواني. 5 في 5 ب 25. زي بقى الراجل في الحسابات الله اكبر يعني. اخر سؤال بقى. اتفضل. علم مصر في 3 الوان ايه هما؟ احمر واسمر وابيض. انا مش عايز اتجوز انا، وبعدين لسه ما لحقتش استريح من السفر. الشغل ده حاجه عامله زي الجواز،
زي بالظبط لما انت تبقى معجب بواحده ونفسك ان انت تتجوزها، والدتك بتبقى جايبه لك عروسه، اقتناع تام ان انت دي اللي لازم تتجوزها. يا ابني انا لو عشت لك النهارده مش هعيش لك بكره. بوليد دي بنت مؤدبه وطيبه وكمان يتيمه. بقى تحت مسمى جواز الصالونات، الشغل كمان هو كده، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. وقولوا لنا في الكومنتات رايكم، وهنسال برضو الناس حوالينا رايهم. تفتكر انك تشتغل الحاجه اللي بتحبها اللي هي هتفضل تعافي فيها حتى لو ما بتجيبلكش مقابل مادي كبير في الاول، وتفضل تعافي فيها لحد ما تدخلك الفلوس اللي انت عايزها، بس يبقى اسمك تشتغل في الحاجه اللي بتحبها، ولا تشتغل الحاجه اللي هتدخلك فلوس وهتجيب لك التزاماتك ايا كان انت بتحبها ولا لا؟ ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات رايكم، عشان عايزين نعرف رايكم ايه في الموضوع ده. جواز الصالونات في انك تشتغل الحاجه اللي انت مجبر عليها بس هتجيب لك فلوس تسدد منها التزاماتك، ولا الجواز عن حب انك تفضل تعافر ورا الحاجه اللي انت بتحبها لحد ما تشتغلها وتوصل لها، وفي الاخر تبقى بتدخل لك فلوس تبقى هي مصدر رزقك فتبقى عايش مبسوط. طبعا سيد، احنا في سؤال كده عاملينه للحلقه النهارده، عايز اخد رايك بخبرتك يعني في الحياه. انت شايف ان الاحسن للشخص ان هو يشتغل الحاجه اللي هتجيب له مصاريفه والتزاماته وحتى لو مفروض عليه، ولا يشتغل الحاجه اللي بيحبها ويفضل فيها وخلاص؟ المهم ان هو يبقى بيعمل الحاجه اللي هو بيحبها. بس اسرع ان هو صلى على النبي. عليه أفضل. اولا العيشه غاليه، لو انا هستنى الحاجه اللي انا بحبها مش هشتغل. مم. انما لو في لقمه عيش هلقطها جنب الحاجه اللي انا بحبها تجيني اشقى عادي، ما تفرقش. دلوقتي احنا سؤال حلقتنا بيقول: تفضل اللي الانسان، يعني انت حضرتك عندك 5 اولاد. ربنا يخليهم لك يا رب وتشوفهم احسن ناس في الدنيا. تفضل بقى ال5 اولاد اللي عند حضرتك دول يبقوا يعني يشتغلوا الحاجه اللي هم بيحبوها ويعافروا فيها لحد ما يجيبوا منها فلوس، ولا يشتغلوا الحاجه المناسبه اللي هتجيب لهم فلوس؟ لحضرتك حاجه، هو طبعا الافضل ان البني ادم يشتغل الشغلانه اللي هو بيحبها، بس اوقات الظروف بتحكم ممكن يشتغل شغلانه من اجل برضو ايه الفلوس عشان المعيشه والالتزامات. مظبوط. سؤال بقى الحلقه بتاعتنا اللي احنا عاملينه النهارده هو سؤال عادي، انت تقول لي رايك بس، ماشي؟ انت مع حته ان الشخص يشتغل الحاجه اللي بيحبها ويفضل يعافر فيها حتى لو مش هتجيب له فلوس وهتجيب له فلوس بعد سنين، ولا يشتغل اي حاجه تجيله تجيب له فلوس ومصاريف؟ اشتغل مهنته. يشتغل الحاجه اللي بيحبها. يشتغل الحاجه اللي بيحبها. اهم يشتغل الحاجه اللي بيحبها. اصل انا كده، يعني انا كده. How are you? I'm good. How are you doing? I am good. Yeah. Fritz, what's your name? Can call me Jerry. Okay. Where are you from? Basically, I'm from China, but I work in London. China. Yeah. What's your opinion on Egypt? It depends. I think for the food, we went to a really good restaurant last night. Providing for the food, I really like it, and for the history, they like Chinese people here because I think pyramid is one of the dream of many Chinese people. Visit the pyramid tomorrow, so I can't comment now. Now you are in Egypt and work or visit Egypt? Yeah, I have around 10 days tourism in Egypt, including Cairo, the Red Sea side, and also Luxor. Yeah, so like a long trip around whole Egypt. What is your favorite place in Egypt? I think should be, I'm not sure, like, because today's my second day in Cairo and also in Egypt. Because I have like a week to explore the whole Egypt. Okay. Yeah. Last thing, which you great holiday in Egypt? You love so. football? But not really watch too much. What is your favorite sport? Favorite sport? It was basketball, but now I'm in London, maybe football potentially. Thank you very much. Yeah, Wish you a my good day in friend, Egypt.